السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميعا زمايلي في كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم يا جماعة دلوقتي عن حدثين مهمين جدا. هنتكلم عن موضوع احمد عبد القادر وان هو بيهاجم صفحات النادي الاهلي، وهنتكلم برضو عن احمد حسام ميدو. طلع دلوقتي بيقول لك انا بناشد الدولة ان هي تدخل وتنقذ الزمالك من المجلس الموجود. هنتكلم برضو عن الموضوعين دول، نقول رايهم بكل صراحة، بس طبعا معانا فيديو الاخر. هنتكلم دلوقتي عن اول موضوع، وهو موضوع احمد حسام ميدو ومجلس اداره نادي الزمالك. الكلام اللي ميدو طلع يقوله ده يا جماعه على الصفحات بتاعته، ان هو بيقول لك ايه، انا بناشد الدوله ان هي تدخل تنقذ الزمالك عشان لو ما انقذتهوش الموسم الجاي هيبقى موسم كارثي. هنتكلم بس ايه وهنقول راينا في الحوار ده. انا يا جماعه شايف ان طالما ميدو طلع قال كده يبقى اي حاجه من الاثنين، يا اما فعلا مجلس اداره الزمالك مش هيرجع، عشان كده مرتضى منصور قال انا ماشي احسن ما حد يطلع يعزلني، يا اما مرتضى منصور قلب على ميدو. هي كده يا ده يا ده، مفيش حل ثالث. بس فانا شايف ان كده بنسبه كبيره، اللي انا شايفه ان مرتضى منصور هيمشي. احنا اصلا شايفين امين اختفى من شهرين حسب كلام مرتضى منصور نفسه، ومرتضى منصور طلع قال لك انا استقيل. طلع ميدو بيقول لك ايه، انا بناشد الدوله ان هي تنجز الزمالك. فالكلام ده كله بيمشي في طريق ان مرتضى منصور ماشي. ده اللي انا افهمه، الاحداث دي كلها ماشيه في السكه دي. هل اخيرا بقى الدوله تتدخل وتنجز نادي الزمالك من مرتضى منصور بقى، وتجيب ناس بتفهم وتدير؟ انا اتوقعه الصراحه ان مرتضى منصور مش هيمشي، ده اللي اتوقعه، بس اتمنى ان هو يمشي، بس ده اللي اتوقعه. معنى ان ميدو طلع وقال كده في الوقت دون، يبقى في حاجه، في جديد حصل في الموضوع، وهو يبقى في جديد حصل في الموضوع، وميدو ايه بيمهد له للجماهير. بس انا عايز اعرف بس يا كابتن ميدو رساله، بس الكابتن ميدو، انت يا كابتن ميدو طلعت قلت ايه، الناس بتهاجمني ان انا واقف مع مرتضى منصور، الناس بتهاجمني ان انا حاطط ايدي في ايده، الناس بتهاجمني عشان انا بدافع عن مرتضى منصور. لا، انا بدافع عن النادي، انا بشتغل من غير فلوس ومش بشتغل من غير فلوس. هو ممكن برضو يكون الفلوس اللي انت بتاخدها عن طريق ابنك اللي بيلعب في الناشئين اتمنعت، فانت طلعت قلبت، معرفش، انا بقول ممكن. بس يا كابتن ميدو، انت بكل مره تثبت للجماهير، انت كده تثبت للجماهير ان انت ما بتحبش النادي. انت ايه، معاهم عليهم مرتضى منصور موجود، تطلع كل يوم في النادي، انا موجود يا جماعه، انا موجود الساعه 2 الفجر في النادي، بفتح البوابه للناس وهي داخله، ومرتضى منصور شغال وامير شغال وكلنا شغالين. ودلوقتي لا الدوله لازم تتدخل، نادي الزمالك الموسم الجاي موسم كارثي ما اتدخلتش. بص انت ايه، انت كل مره بتثبت للناس ان انت بوشين بس. مرتضى منصور قاعد ومش هيمشي، فانا ايه، اقرب منه. مرتضى منصور مشي، ابعد عنه بس. يعني التزم الصمت، مالكش دعوه بالزمالك بقى، بس ده اللي اعرفه. طالما انت ماشي ايه حسب الجو، فخلاص بقى، انت كده مش زملكاوي ولا بتحب نادي الزمالك ولا انت بتفهم كوره والكلام ده، فكك من الحوار ده. انت كده ماشي حسب المصلحه، صح ولا بتكلم غلط؟ بس انت كده ماشي حسب المصلحه، لقيت مصلحتك مع مرتضى منصور، مرتضى منصور حبيبي واخويا وبيحمي النادي وكل حاجه. لقيت ايه، حسيت ان مرتضى منصور هيمشي والسبوبه كلها تبوظ، لا مرتضى منصور لازم يمشي. مرتضى منصور كفايه عليه كده، خرب النادي هو واولاده. انا اتوقع ان مرتضى منصور بيتم خطه ان هو يمشيه نادي الزمالك. انا اتمنى انها تحصل، بس انا اتوقع ان مرتضى منصور مش هيسيب الزمالك بسهوله. بس ده برضو ايه، لو حد ليه رأي تاني كنت مفتوح. هنتكلم دلوقتي عن اخر حوار احمد عبد القادر وصفحات نادي الاهلي، اللي هو طلع ايه النهارده يهاجمهم، يقول لك ايه، الناس دي بتاخد رشوه وطلبوا مني فلوس عشان يطبلوا لي، وبياخدوا من لعيبه ثانيه ومش بياخدوا من لعيبه ثانيه. فبص كده مبدئيا كده ليا راي في الحوار الصفحات ده كلها. بصوا يا جدعان، بامانه ربنا كل الصفحات الكبيره على الفيس والكلام ده كلهم بياخدوا فلوس، بس دي الصراحه. حتى مرتضى منصور لما بيطلع بيهاجم صفحات بعينها ويقول المختلط ومش المختلط، هما الناس دي بتاخد فلوس من ناس بتاخد فلوس عشان تهاجم مرتضى منصور بس. وبرضه الصفحات التانية الاهلاويه دي اللي احنا عارفينها الكبيره، برضه بتاخد فلوس من ناس عشان ايه، تكبر لعيبه معينه. لو مثلا لعيب هيمشي يبداوا يهاجموه. فعلا كل الصفحات بتاخد فلوس، دي حاجه معروفه. بس معنى ان احمد عبد القادر يطلع يهاجم الصفحات كلها والكلام انت كده اصلا بخلاف ان انت بتغلط في الصفحات، انت كده بتغلط في زمايلك. فانت طلع تقول ايه، في لعيبه بتدفع فلوس عشان كده بتتصيد والكلام فانت كده بتغلط في الجماهير وبتغلط في اللعيبه. وتاني حاجه يا جماعه، احمد عبد القادر ايه يعني، هاجم الصفحات لا، وطالع يهاجم الجماهير. كل واحد من الجماهير يكتب له كلمه يرد عليه بقذف جبهه. المفروض بعد الحوار وبعد كلام ايه سيد عبد الحفيظ والناس ديت، قيم من النادي الاهلي ومبادئ والكلام اللي هم ايه بيقولوه المفروض ان هو يمشي او يقف او يتعاقب. انا شفت كذا مره كابتن سيد عبد الحفيظ طلع مع احمد موسى بيعملوا ايه، احمد موسى وسيد عبد الحفيظ حاجه غريبه شويه. احمد موسى مستضيف ايه سيد عبد الحفيظ، بيقول له ايه، يتكلم في موضوع، فبيقول له ايه، بيقول له انا لعيب كامل في الاهلي، لو غلط في الجماهير لعيب يفضل في الاهلي، لو اتنك علينا في التجديد والكلام مفيش لعيب هيكمل وهو عمل اي لقطه مع الجماهير. انا بس اتمنى ان انت تطلع تبقى قد كلمتك المره دي، وهو احمد عبد القادر يهاجم الجماهير ويهاجم الصفحات كلها قدام الناس كلها. فانت فعلا هتمشيه بقى ولا المبادئ بقى مش شغاله دلوقتي وشغاله المره الجايه؟ بس في الاول وفي الاخر يا جماعه، كل الصفحات الكبيره على النت كلها بتقبض، مموله تبع جهات،
بتهاجم اشخاص معينه. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده راي شخصي عن حوار احمد حسام ميدو وعن حوار احمد عبد القادر، ولو اي حد ليه راي تاني كنت مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.